تغطيتنا متواصلة أحبة الكرام هنا من قصر أفراح الجوهرة بالجموم. في هذه الآونة يسرني ويسعدني أن نستضيف العريسين الأستاذ سامي بن فهد المعبدي. ألف مبروك. الله يبارك فيك إن شاء الله. الله يحييك. أفراح، ليلة سعيدة، ليلة العمر كما يقولون. بالأمس فريق منتخب إسبانيا كأس العالم إن شاء الله، كأس العالم منتخب إسبانيا. اليوم ما شاء الله فرحة الأخ سامي. كأس العالم ولا العروس؟ لا بالعروس طبعا. ألف مبروك أستاذ سامي. اليوم ليلة سعيدة، ليلة العمر كما يقولون، وسط الأحباب والأخوان والأحبة ما شاء الله. اليوم نشاهد الكل فرحان، الكل مبسوط بزواج الأخ سامي والأخ هاني ما شاء الله. نشاهد حتى عن المباشرين القائمين بالواجب أكثر من المعازمين. شيء جميل جدا ما نشاهد اللي هو في منطقة الجموم. الحمد لله، هذا فضل الله عز وجل والمحبة اللي بيننا وبينهم إن شاء الله، الحضور والضيوف كلهم إن شاء الله والأخوان الموجودين. ليلة العمر أخوك اليوم هاني، ماذا تقول له؟ أقول له أول شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم بخير. الوالد الفرحة كلها للوالد والمناسبة كلها للوالد، وفرحنا من فرح الوالد. والله إذا فرحنا احنا الحمد لله. ربما كلمة لأخوانك العزاب. والله قال لهم احنا دوبنا في بداية المشوار، نقول لهم شد حيلكم ومقبلين على خير إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. الحضور الكبير ما شاء الله تبارك الله، حضور رائع كما ذكرت، تواجد الأخوان والأصحاب، فرحة لا توصف. كلمة بدأ توجهها لكل من حضر زفاف سامي المعبدي. أولا في البداية والله شرفونا وفرحونا فرحة لا توصف بهذه المناسبة. أنا أقول لهم هي ليلة العمر وفرحة العمر، وشرفونا بهذه المناسبة، ونقول لهم جزاكم الله خير على حضوركم وتشريفكم ومباركتكم هذه الحضور في هذه الفرحة الكبيرة. نقول لهم حياكم الله في كل وقت. الله يحييكم. كلمة سريعة توجهها لكل من عرس. إذا يقدر على الثانية يشد حيله، وإذا كفت الأولى على قولهم فبها ونعمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كما قال الله عز وجل: إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. كفت كل واحدة كفت، ما كفت شرع النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أربع لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شرعها أربع. آخر كلمة تختم به اللقاء. في آخر كلمة أهدي هذه الفرحة وهذه المناسبة للوالد العزيز والوالدة وجميع الأهل والأخوان والزوجة الكريمة. نقول لهم فرحة لا توصف في هذه المناسبة، والله يتمم الجميع بخير إن شاء الله بإذن الله. شكرا سام. الله يبارك فيك، يعطيكم العافية.